الراجل ده كان بينظف المحل بتاعه، فلمح بنت صغيرة قاعدة قدام باب المحل. سألها: انتي بتعملي ايه؟ قالت له: انا بكتب الواجب. قال لها: طيب لو تحبي تتفضلي جوه في المطعم بتاعي وتكتبي براحتك تعالي. فدخلت المطعم عنده، فسألها: هو انت ليه ما بتكتبيش الواجب في البيت؟ قالت له: عشان الواجب نكتب موضوع عن الاب. انا عمري ما شفت ابويا، انا عايشة مع جدتي، علشان كده قررت اقعد في الشارع علشان اشوف الناس كلها اللي في الشارع، اختار شخص فيهم واوصفه على انه ابويا. قال لها: طب ايه رايك تعتبريني انا والدك وتتيوم؟ انا هسيبك تكتبي الواجب بتاعك واكتبي زي ما انت عاوزه. طول ما هو ماشي في كل تصرفاته البنت تبص عليه وتكتب، البنت بتبص عليه وتكتب، لغايه لما خلصت راحت المدرسه واخدت الدرجه النهائيه، ورجعت وهي فرحانه علشان تفرحه. في الوقت ده جدتها جت ونادت عليها. جدتها قالت لها: شكرتي والدك؟ اشكريه، يلا عشان نروح بيتنا. البنت شكرته وقال لها: اعتبريني والدك طول العمر، مش ليوم واحد بس. جبر الخواطر على الله، وخصوصا لو انت بتجبر بخاطر طفل.